لونها هتدمر الدنيا، ها؟ اسيبها ولا ايه؟ انا اسمي انا كريسن. انا ام لبنت عندها سنتين، وحاليا حامل في 6 شهور لبنت تانية. وانا بشتغل كويدنج بلانر، وعندي بيزنس بعمل هيد بيسز زي اكسسوارز للشعر للعرايس. انا شخصيه بحب قوي الروتين، يعني الروتين بحسه هو اللي بينظم حياتي. اول حاجه بنعملها الصبح هي اللي بتحدد مسار اليوم ومود اليوم. فبحب قوي اروح اعمل قهوتي واقعد في حته هاديه، وتقريبا تبقى الحته دي يعني ده مكاني في البيت. فبقرا حاجه، باخد خلوتي مع ربنا، والنص ساعه يعني دي هي بحسها بتظبط يومي كده. انا الصراحه بحب اموت التفاصيل. بحب قوي اعمل عزومات، وكنت طول عمري لما اصحابي يجوا بحب ان كل حاجه يبقى باين ان متفكر فيها. شجعوني انه ليه ما تعمليش حاجه كده، فحسيت يلا بينا نجرب يعني. ولما عملتها ده اللي دخلني الصراحه في المجال. كل تقريبا حاجات بعملها فازات وكده بعملها معموله مخصوص. انا بحب الحاجات المعموله يدويه، وبحب قوي الحاجات اللي على طبيعتها، يعني زي ما شفتوا فخار معمول خشن لسه طالع من الفرن. بحب قوي اعمل الحاجات دي احطها في البيت. وزي الصوره دي مثلا مامتي اللي رسماها. كل ورقه شجر معموله دي عجينه سيراميك انا بشكلها. ده لولي حر، حتى زي ما انتم شايفين تحسوه زي ما كنت اقول لكم طبيعي. انا شغلانتي يعني شغلانه مرهقه قوي. بحس ربنا بيديني محبه ان اعرف اظهر ده واتعامل مع فريقي بصبر قوي، ما اتعصبش، بس بالعكس اوري حب واوري ان احنا كفريق ممكن نعمل ده مع بعض. اكتر حاجه انا بحس اني منوره لما اعمل حاجه كنت على طول حاساها عقبه بس اتحداها. فالحته دي بتخليني يبقى عندي شعله جوايا كده ان كل يوم اصحى اعمل احسن وادوس على نفسي اكتر، واحس ان انا حققت زي صوره انا كان نفسي ابقاها. قبل ما ابقى ام الصراحه كنت بشوف الجمال في الحاجه الحلوه، يعني التفاصيل اللذيذه، الشكل الحلو، الحاجه منظمه. بس بعد ما بقيت ام بالنسبه لي تفكيري عن الجمال اتغير قوي. بقيت اشوف الجمال في البساطه. الجمال في اللحظه اني ابقى حاضره مع عيلتي، العب مع بنتي، ان لما تبص لي تشوف ان انا بصلها. اظن الجمال زي ما بقول دلوقتي بقى البساطه.